السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ الهواة مع سميرة. ودائما في إطار الكونسيبت ديالنا في القناة اللي هو عدم التبذير وحسن التدبير، غادي نقدم لكم وصفة جديدة هي وصفة ديال الرز على طريقة ديال السفة المغربية. دونك الرز كنديروه مفور وغادي تشوفوا كيفاش غنصوبوه، وكنستغلوا المرق اللي كيشيط لنا سواء من الرفيسة سواء من السفة باش ما يضيعش، باش ما كنلوحوش كنستخدموه في وصفة أخرى اللي هي ديال الرز. وصفة شهية لذيذة بنينة بزاف، جربوها وردوا عليا الأخبار. وندوزو مباشرة المكونات وطريقة التحضير. دونك غناخدو الاناء او الريسيبيون اللي غادي نخدمو فيه. الرز تيكون في هاد الاثناء سلقتيه ديجا واحد نص ليقه فيه شويه، كتغسليه وكتصفيه باش غادي نخدمو به هنايا. بسم الله. دونك غنوضعو في الاناء هنا. بسم الله. ريسيبيون صغير، غادي نحاول نشوف شي بانيو كبير، شي بانيو ديال البلاستيك يكون كبير باش نخدم فيه مرتاحه اكثر. لا هذا صغير ما نقدرش نحرك فيه. فوالا دونك بدلت، خديت ان ريسيبيون بلو غران باش نقدروا نخدموا فيه باريحيه اكثر. دابا غادي نضيف التوابل. كنبداو بالملحه، شويه ديال الخرقوم، زعر، شويه ديال التحميره، سكنجبير، وشويه ديال القزبور الحبوب. نحاول نخلط. دائما نخدموا في شي هكا في شي ريسيبيون اللي يكون شويه كبير باش ملي تكونوا كتحركوا يتحرك معكم مزيان، تكونوا مرتاحين. وملي كتحركوا تشوفوا واش خدا اللون اللي بغيتو او لا باقي. دونك انا درتو باقي شويه، غادي نضيف ليه شويه ديال الخرقوم مازال، شويه ديال التحميره. في هاد الاثناء انا دايره ديجا في البرمه ديال الكسكاس، درت ديجا الماء كيغلي شويه باش ملي نحطو في الكسكاس يكون ديجا الماء عندي مغلي، لحقاش هو ديجا مسلوق مسلقه. دونك انا بغيتو فقط يتشرب دوك النكهات اللي غندير له، يتشربهم ويتطلق مزيان قبل ما نغرفوه في التقديم النهائي ان شاء الله. سي بون. بالنسبه لي اللون مزيان. ندير الزيت، غادي ندير زيت نباتيه، اللي بغى يضيف زيت الزيتون يضيفها ايضا. انا في هاد الوصفه ما غنديرهاش، غندير فقط زيت نباتيه. تري بيان مزيان. وغنضيف ليه دابا طامة البنه باش كتعطيه واحد النكهه زوينه. فوالا صافي. وغادي ناخد دابا الكسكاس، دونك خلينا الكسكاس وغنوضع فيه الرز. وغادي ندير هادو بحال هكا
وغنسد عليه ونحطو فوق البرمه باش يفور مزيان، ومن بعد نرجعو نتلاقاو باش نشوفو التقديم النهائي ان شاء الله. بقاو معنا. دونك تناخدو الطبق اللي غادي نقدمو فيه الاكله ديالنا، ونشوفو الروز سي بون ان شاء الله. غنزول منه دوك العبيدات او دوك الوريقات بلوتو، غنحيدهم ونبداو نغرفو. وغتشوفوا كل روز شفتوا كي كيولي. هذا هو الفرق منه. هذا علاش قلت لكم ما تسلقوش سلقه كامله، سلقوه وفوروه. التفوار تيخليه لك هكا معزول، كل حبه ما شاء الله كتبقى بوحديتها وكيتشرب داك النكهات بشكل مزيان، على عكس انك ملي كتسلقيه مع الاقامه ديالو ديك الاقامه كتمشي مع الماء هكذا، لا كيبقى هو محافظ عليها وكتبقى كل حبه بوحديتها ما شاء الله. دونك ما تنساوش تجربوا الوصفه وردوا علينا وقولوا لنا كي جاتكم في لابارتي كومونتير، وإلا عجبتكم الوصفه اللي قدمنا لكم اليوم ديروا لنا لايك. هذاك اللايك راه مجرد حركه بسيطه كتقوموا بها نتوما فوق الفيديو يعني على الشاشه ديالكم ديال التليفون، ولكن مهمه بزاف القناه ديالنا، فهي كتدعمنا وكتبوستي لاشين وكتشجعنا وكتعطينا الموتيفاسيون باش كل مره نشوف لكم افكار جديده ومقترحات جديده اللي نقدموها لكم. وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما اشتركتوش، تفعلوا جرس التنبيه باش توصلوا بكل ما هو جديد. وايضا لكي تعم الفائده باش كلشي يمكن يشوف الوصفه فبارطاجيوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم. وما تنساوش قولوا لنا الملاحظات اللي عندكم. نوريكم فقط كي كيجي الرز، شفتوا كي تيجي كل حبه بوحدها ما شاء الله. دونك بركه ما تغرفوش كامل. بون اي فوالا. نديرو دابا مرق اللي هو كيف قلت لكم من قبل. هذاك المرق تيكون ديجا مصاوبينو، راه كاينه الوصفه ديالته في القناه كتكون ديجا مصوبه. الا درتي رفيسه او درتي السفه ديال الشعريه بالدجاج، لحقاش كيف قلنا دائما لو نوفو كونتكست اللي غنخدموا به في القناه هو عدم التبذير وحسن التدبير. يعني اشياء كتبقى عندنا في الدار ما غنلوحوهاش، بالعكس غنستعملوها في وصفات اخرى، وغنبدا نعطيكم بزاف د الوصفات اللي غتقدموا بها الاشياء اللي بقات لكم. يعني عاده ملي كنديروا الفيسا ملي كنديروا السفه دائما ديك المرقه ديال الدجاج حيت كتكون تبارك الله كنديروها في البرمه كتشيط، فبالضروره ملي كتشيط لا كي ما كنعرفوش شنو غادي نديروا بها فما كنلوحوهاش، لا كنستغلوها في وصفات اخرى. بقاو معايا. فوالا دونك غادي نغرفوها. بسم الله. كنا طيبناها بالدجاج والبصله وشويه ديال الزبيب وشويه ديال القرفه. دونك هادو هما المكونات اللي كانوا فيها. الوصفه راه تلقاوها على القناه موجوده متوفره، وكل واحد يسقيه بالشكل اللي كيبغي. اللي كيبغي مسقي بزاف يديرو، اللي تيبغي خفيف يديرو. وغادي ندير من بعد مريقه باش كل واحد يزيد القياس اللي بغا. فوالا دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. الرز على طريقه ديال السفه، شتو كي تيجي، وكتقدميه مصحوب بالمرق ديالو او لاصوص كل واحد كيتسميها. فوالا دونك ما بقى لي نقول لكم غير بصحه وراحه شهيه طيبه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده من الوصفات ديال مطبخ الهواة مع سميره. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.